السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناة شهيوات سهيلة مع وصفة جديدة وفيديو جديد. كنتمنى يا ربي تكونوا في صحة جيدة، وهذا لا فيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الطريقه ديالتي في تحضير الدجاج محمر ومعمر في الفران. كنعمرو بالشعريه الصينيه وقشيوشات ديال الدجاج والزيتون، فعلا كيجي رائع رائع بزاف شكلا ومذاقا. وغادي نرافقو كذلك مع الخضره مشرمله بالطريقه ديالتي. كنتمنى البنات تعجبكم هذه الطريقه، تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. وكيف ما شفتوا معايا البنات، الدجاج ديالنا كيجي رائع رائع بزاف. كنعمرو وكندخلو الفران كيطيب دغيا، يعني بلا عذاب بلا تماره بلا انكم تبقاو تفوروه بوحدو. كيجي زوين بزاف وكيجي محمر والشكل ديالو رائع وحتى المذاق ديالو اروع، وكيجي طايب وفتي. كنتمنى البنات الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتتبعوا معايا الفيديو وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنحتاجوها، عندي هنايا دجاجه يعني على حسب القياس اللي نتوما بغيتو، غسلتها من قبل. كنحتاج كذلك معلقه صغيره ديال المطارد، شويه ديال الثومه، شويه الربيع، شويه ديال البزار، الملح، سكينجبير، الخرقوم ديال الباكيه والخرقوم العادي، وضامه ديال الزعفران، ومعلقه صغيره ديال الهريسه. كنحتاج كذلك حامضه وشويه ديال الصوص ديال الصوجا، عفوا البنات. كيف ما شفتوا البنات، غادي ناخذ هنا واحد الاناء اولا بانيو، غادي ندير فيه العطريه اللي عندي. كذلك غادي نضيف عليه هنايا دويمه ديال الزعفران. غناخذ هنايا عصير ديال نصف حامضه، وكذلك غادي ندير هنايا شويه ديال صوص الصوجا، تا هو كيعطي واحد المذاق رائع للتشرميله. وغادي نضيف كذلك هنا البنات شويه ديال الزيت، تقريبا نجهد ملعقه كبيره. صافي البنات، غادي نحاول انني نخلط هاد الشرموله مزيان باليد ديالي حتى تندمج، يعني جميع العناصر يندمجوا مع بعضياتهم. وناخذ هنايا الدجاجه ديالتنا اولا الفروج ديالنا، ونحاولوا اننا ندخلوا فيه مزيان هذيك التشرميله، يعني في الصدر ديالو، في الظهر، في الفخيضات. يعني حاولوا ان كل ما شرملتوه يعني اكثر كل ما مزيان. غادي نجيب البنات هنايا واحد الموس، نحاول انني نتقلب بحال هكذا من الفوق من الجهه ديال الصدر باش تدخل ليه الشرموله، في نفس الوقت يدخل ليه حتى الطياب. هانتوما البنات كيف ما شفتوا معايا الطريقه، كناخذ شويه من ديك الشرموله وكنحاول انني ندخلها في دوك التقيبات اللي درت في الصدر. صافي البنات، غادي نحتفظ بهاد الدجاج جانبا، اولا عفوا البنات تقدروا انكم ديروه في الثلاجه وتخلوه يبات ليله كامله على حسب الرغبه ديالتكم. يعني انايا غطيته ببلاستيكه ودرته في الثلاجه وخليته يبات ليله كامله، حتى الصباح عادك نط باش نوجد، يعني نوجدوا انه نعمرو وندخلوا الفران يطيب. الا كنتم مزروبين شبي، اما الا كنتم مزروبين بيه راه كتقادوه يعني هكذا مع الصباح وتخلوه في الثلاجه حتى كيرتاح مزيان، وفي العشيه كتقادوه. جبت البنات هنايا هاد اناء ديال اولا مول ديال الفران، فرشت فيه كيف ما شفتوا معايا ورق الومنيوم، من بعد فرشت فيه ورق الطبخ اولا ورق الزبده. غادي نحط فيه هذيك الدجاجه ديالتنا وغادي نخليها جانبا باش ندوز انني نصاوب معاكم يعني التعميره ديال الدجاج اولا التعميره ديال الشعريه الصينيه. غادي ناخذ هنايا شعريه الروز، غادي ناخذ غير وحده ما نديرش جوج، ونخوي عليها الماء طايب يكون مغلي مزيان. نحاول انني نحلها هنايا بالفورشيط باش دغيا يعني تتصوب، ونحتفظ بها جانبا بما تلقات. وناخذ البنات هنايا ديك الشرموله اللي شاطت ليا في هذا، يعني شرمت بها الدجاج. غادي نزيد عليها معلقه صغيره ديال الهريسه وشويه ديال الزيتون المقطع والكبده والكانصه والقلب اللي كنت ديجا قطعتهم هكذا طريفات صغيورين، سلقتهم نص سلقه مع شويه ديال الملح وشويه ديال الخل باش كتحيد منهم ديك الزفوريه ديالتهم. من بعد البنات غادي ناخذ هنايا نص مصيره اولا يعني هكذا حامضه، انا خديت البنات المصير. غادي نديرو ناخذ داك اللب ديالو حتى هو نضيفو على هذيك الترميله. من بعد غادي ناخذ هنايا شويه ديال القزبر ومعدنوس كيكونوا مقطعين. صافي البنات، نحاول انني نخلط جميع العناصر مع بعضياتهم. وناخذ هنايا الشعريه ديالتنا اولا شعريه الروز اللي كانت تلقات. غادي ناخذ هنايا البنات موس ونحاول انني نقطعها مزيان حتى كتقطع يعني طريفات صغار. صافي البنات، وصفيتها هنايا من داك الماء اللي فيها، وغادي نضيفها على الشرموله ديالتنا
ونخلط هنايا جميع العناصر حتى يندمج ليا ديك الشعريه الصينيه مع داك القوام اللي درت في الاول. هاد التعميره البنات كتجي زوينه بزاف وكتجي بنينه. صافي نجيب هنايا الدجاج ديالنا، نحاول اني نعمرو مزيان من الداخل، يعني نعمرو بهذيك التعميره اللي درت ديال الشعريه الصينيه. كيف ما قلت لكم البنات الطريقه اللي عطيتكم فهي زوينه وسهله، يعني كتدخلوا الدجاج ديالكم يطيب في الفران، يعني طيبه وحده بلا ما تبقاو انكم تفوروه اولا تسلقوه. ولا بزاف ديال البنات حتى كيفوروه هذا يعاودوا يدخلوا الفران باش يتحمر، هذا لا، هذا عادي كتدخليه يطيب ويتحمر في نفس الوقت في الفران. من بعد ما عمرته البنات كيف ما شفتوا معايا سديت ليه هذوك الرجيلات ديالو ولويت عليه هذاك ورق الطبخ. ومن بعد غادي نسدو بالالومنيوم ونعاود نغطي عليه من الفوق بالالومنيوم كذلك باش دغيا يطيب ما ياخذش بزاف ديال الوقت. صافي البنات دابا غادي ندخلو الفران يطيب من التحت والاول عاد نطلعو يطيب من الفوق، وبقاو مره هكذا كطلعوا عليه بما تحسيتوا به باللي طاب. انا البنات هنايا جبدته من الفران، بغيت نحل عليه باش نشوفوا واش طاب ولا مازال. ها انتم البنات تبارك الله كيطلق غير الماء ديالو كيطيب، يعني كيجي زوين بزاف. انا راني جبدته من الفران باقي سخون. غادي نجيب هنايا واحد الموس ونحاول انني نقلبه بحال هكذا من الصدر ديالو حتى من الفخذ. ها انتم البنات كيف ما كتشوفوا معايا راه طاب تبارك الله دغيا. غادي نحتفظ به جانبا، اولا البنات عفوا سمحوا لي راني عاودت رجعته للفران باش يكمل الطياب ديالو. المهم هنايا غادي نشارك معكم الطريقه ديالتي في التشرميل ديال الخضره. من قبل انا كنت قطعت البطاطا وخيزو هاد اللوبيا خضراء وهذا والباربه. من بعد ضفت لهم هنا، يعني سلقتهم قطعتهم طبيعه الحال وسلقتهم. ضفت لهم هنايا شويه ديال القزبره ومعدنوس مقطعين، شويه ديال الملح كاملين. من بعد غادي نضيف هنايا شويه ديال البزار ضفتو غير الخضره، يعني ما درتوش الباربه. وشويه ديال الكمون كذلك غير الخضره. الباربه ما درتش ليها الكمون، درت لها غير الملح وشويه كيك ديال البزار صافي. وهنايا عندي بطبيعه الحال شويه ديال الزيت، يعني زيت العود. وهنايا عندي شويه ديال الخل ديال الحامض غادي نديرو على الخضيره وحتى على الباربه. صافي البنات غادي نخلط جميع العناصر كيف ما شفتوا معايا، البزار الملح الكمون والربيع والخل ديال الحامض والزيت العود. هادشي اللي درت فقط، وكيجيو زوينين بزاف وكيجيو مشرملين، ويعني البنه ديالتهم رائعه. صافي البنات غادي نحاول نخلط هكذا جميع الخضيره ديالتي باش ندمج ليا مع ديك العطريه اللي درت ليها. وبالنسبه للبنات الخضره راه كتبقى اختياريه، يعني ممكن تقدموا الدجاج ديالكم مع اي حاجه نتوما كتفضلوها، ماشي بالضروري ديروا بحالي. وهنايا البنات عندي الخص اللي غادي نزين به الطبسيل، يعني طبق التقديم. جبت هنايا البنات الطبسيل غادي نقاد فيه هنايا الخص في الجوانب. من بعد غادي نبدا نقاد في الخضره. وفي هذا الاثناء البنات راه الدجاج مازال كيكمل طيابه في الفران، يعني راه عاودت غطيته بالالومنيوم وورق الطهي ودخلته الفران يكمل الطياب ديالو. من بعد غادي نجبدو ان شاء الله من الفران وغادي ندهنو عاد كندخلوه ان شاء الله باش يتحمر. هنا كنقاد في الخضيره ديالتي في الطبسيل. وطبيعه الحال دائما التقديم كيبقى اختياري، كل واحد كيقدم بالطريقه اللي هو بغى. وطبيعه الحال الخضيره كتبقى اختياريه كذلك، كتقدموا بداكشي اللي بغيتو نتوما. وتقدروا كذلك حتى تصايبوا لاصوص ديال الدجاج، يعني ديروه مرافق مع الدجاج. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا الطريقه ديالتي، درت بطاطا خيزو الباربه. من بعد غادي ندير لوبيا خضراء. غنبقى غادا بحال هكذا حتى نسالي. هاد الخضره البنات كتجي زوينه بزاف وكتجي مشربنه بنينه، يعني هذه هي الطريقه ديالتي اللي كندير ليها.
صافي البنات، من بعد ما كملت التشكيله ديال الخضره غادي نحتفظ بالطبسيل جانبا. ودابا هي غادي جبت الدجاج من الفران، وكيف ما قلت لكم درت هنايا معلقه ديال الزبده، نص معلقه ديال السمن، شويه ديال التحميره وشويه ديال صوص الصوجا. غادي نخلط جميع العناصر هكذا غير باليد ديالي حتى يندمج ليا داك الخليط مع بعضياتو. من بعد البنات حيدت الدجاج لهداك الورق الطهي وحيدت ليه الالومنيوم، وغادي نحاول انني ندهنو مزيان هكذا من الفوق كيف ما كتشوفوا معايا. حاولت ندهن جميع يعني الجنيبات الفخيضات ديالو الصدر، ولا قدرتوا حتى تقلبوه وتدهنوه من الاسفل غيكون مزيان باش يجي محمر كامل. ها انتم البنات كيف ما شفتوا معايا. صافي البنات، من بعد ما دهنتو غادي ندخلو دابا الفران باش يتحمر. نحاول انني نحمرو من التحت ومن الفوق باش ياخذ ليا داك اللون الذهبي. وها هو البنات الدجاج ديالنا اولا الفرج ديالنا من بعد ما تحمر وخدا ليا داك اللون الزوين ومقرمش، وكيجي طايب من الداخل وفتي، وفي نفس الوقت كيجي الشكل ديالو رائع في المنظر. كنتمنى البنات الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. صراحه كنت بغيت نشارك معكم هكذا شي فخيد نقطعو ولا نشارك معكم التعميره من الداخل وهذا، ولكن اسمحوا لي حتى الشيء كنت محضره هاد يعني كانوا جايين عندي الضياف، داكشي علاش ما قدرتش انني نخسر هكذا الدجاج. صافي البنات، هو هذا الشكل النهائي ديالو. غادي نزوقو بشويه ديال المايونيز من الفوق، ومع السلامه مع وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.